ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. في الكام يوم اللي فاتوا بعد اعلان رحيل المدرب يستروب، احنا كجماهير النادي الاهلي بدأنا نفكر مين المدرب الجديد اللي هيجي يمسك الادارة الفنية للنادي الموسم الجاي. وبدأت الحيرة تظهر من جديد، هل هو مدرب اجنبي ولا مدرب مصري؟ بالإضافة إلى اسم الكابتن الحسين عموتة اللي ارتبط اسمه بتدريب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. فتعالى كده مع بعض نمسك الثلاث جوانب ونتكلم فيهم واحدة واحدة مع بعض، وفي النهاية هقولك أنا ميال لأنهي اختيار. هنبدأ الأول مع فكرة المدرب الأجنبي. في مصادر بتقول إن الباشمهندس ياسين منصور عين وسيط بحيث يتواصل مع المدرب البرتغالي برونو لاج والمدرب كارلوس كارفال. الفكرة هنا إن إحنا بقالنا كام مرة عمالين نخيش في اختيار المدربين الأجانب. بمعنى إيه؟ تعال نشوف أقرب مثال. المدرب يستروب قعدنا نقول عليه ده مدرب أوروبي محنك، السي في بتاعه قوي، درب ميتلاند، درب كوبنهاجن، درب أوكسبورج الألماني. قعدنا نقول ده مدرب عنده مرونة تكتيكية، بيقدر يعتمد على الشباب. وفي النهاية ايه اللي حصل؟ لقب وحيد، كاس سوبر مصري، مركز ثالث في الدوري. يعني هنقول باي باي ماما افريكا، وهناخد الكونفدرالية بالاحضان. بالاضافة ان الموسم ده اساسا خرجنا من دوري ابطال افريقيا قدام الترجي في ربع النهائي، ده غير كاس مصر اللي اتقلشنا منه قدام المصرية للاتصالات. يعني المجمل هتلاقي ده اداء فريق في منتصف الجدول، مش اداء النادي الاهلي. ده بالإضافة للخسارة المالية اللي وقعت على النادي عشان يعمل تسوية مع الراجل ويفسخ العقد. تقريبا النادي دفع حوالي 1,320,000 دولار، يعني حوالي بالمصري 70 مليون جنيه مصري. طبعا الكلام ده ما ينطبقش على يستروب بس، انت اي مدرب اجنبي هتجيبه شوف هيكلفك كام. مبدئيا كده هيقولك حط قبل الرقم 6 صفار وتكون العملة بالدولار. ده غير شلة الانس اللي بتيجي مع اي مدرب من بره، ما هو اكيد مش هيجي لوحده، لازما هيقولك انا معايا جهاز معاون. فانت كده بتتكلم في عقود وشروط جزائية زيادة، يعني انت كده دخلت نفسك تاني في دوامة. ومش بالضرورة المدرب الأجنبي ينجح مع اللاعب المصري حتى لو كان محقق المعجزات في أوروبا، لأن في فرق بين عقلية اللاعب الأوروبي أو المحترف في الخارج بشكل عام وعقلية اللاعب المصري. فمش شرط يجي هنا يحقق الإنجازات. مش معنى كلامي إن المدرب الأجنبي لما يجي لازم يفشل، المقصد من الكلام إن ده مجرد رهان زي أي رهان على أي مدرب، ممكن ينجح وممكن يفشل. فانت ما تفضلش ماسك في المدرب الاجنبي زيادة عن اللزوم، ولا تدفع له مبالغ مبالغ فيها علشان ان هو يرضى يجي يدرب الفريق. لان خلينا كده نكون صراحة مع بعض، هو يفضل حاطط في دماغه ان هو جاي سايب اوروبا وجاي يدرب في افريقيا، يعني بيقل بالمستوى مهما كان الفريق اللي رايح يدربه. مش هنفضل حاطين تجربة مانويل جوزيه قدام عينينا ونجري وراها، لان الراجل ده كان معاه الجيل الذهبي للنادي الاهلي، كان معاه لعيبة مش محتاجة مدرب اساسا. ومع ذلك كان ليه أخطاء، ضيع مثلا على النادي الأهلي بعض اللاعيبة الشباب اللي كان ممكن الفريق يستثمر فيهم، بس عموما ده مش وقته دلوقتي. فالخلاصة إن المدرب الأجنبي هيكلف خزينة النادي مبالغ وقدرها، وهي كمان تجربة تحتمل إن هي تنجح أو تفشل زي أي تجربة تدريبية. نيجي بقى للمدرب المصري. مش أول لما نقول مدرب مصري هيدرب النادي الأهلي يجي قدامنا خيار واحد، وهو الكابتن حسام البدري، مع احترامي الشديد ليه. عندك كذا مدرب في الكام سنة اللي فاتت قدروا يثبتوا نفسهم مع الأندية المصرية. البداية مثلا مع الكابتن معتمد جمال ونادي الزمالك، قدر يحقق معاهم الدوري المصري، كان على بعد خطوة من تحقيق الكونفدرالية. عندك الكابتن أيمن الرمادي، عندك الكابتن رضا شحاتة كان مع الجونة ودلوقتي مع كهربة الإسماعيلية، عندك الكابتن طارق مصطفى مع البنك الأهلي. كل دول كباتن كبيرة تقدر إن أنت تعتمد عليهم، وفي نفس الوقت مش هيكلفوك أي حاجة. والمدرب المصري يوم ما هياخد 1,000,000 جنيه، يعني حوالي 20,000 دولار. يعني شوف انت الفرق ما بينه وما بين المدرب الأجنبي عامل ازاي. وما عنديش أي مشكلة إن أنا أدخل معاه في الجهاز المعاون معد بدني أجنبي ومحلل للأداء، بس أهم حاجة إن أنا أديله فرصته كاملة وما صدروش للإعلام، ويبقى رهان زي رهان المدرب الأجنبي، بس المرة دي من أبو قليل، مش شرط كل مرة أراهن على أبو فلوس كتير وفي النهاية زعل. بالنسبة للكابتن الحسين عموتة، في أخبار بتقول إن كان في اجتماع مطول بينه وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ والباشمهندس ياسين منصور، وإن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة. يمكن اللي متبني فكرة الحسين عموتة هو الكابتن سيد عبد الحفيظ، لأنه عارف قد إيه هو مدرب شخصيته قوية وعنده خبرة كبيرة في إفريقيا. بالإضافة إن الراتب بتاعه هو والجهاز المعاون ما يتعداش 1,500,000 دولار، يعني مش هيكلف خزينة النادي كتير.
ودي تعتبر نقلة لقدام في كارير المدرب الحسين عموتة، لأنه جاي يدرب كبير إفريقيا، فهيبقى عارف قدر النادي الأهلي ومتطلبات جماهيره. وما ننساش إن الراجل متعود على الأجواء والضغط الجماهيري، كان بيدرب الوداد المغربي، فمش هيحتاج وقت كبير للتأقلم. لكن للأسف الكلام ده كله يعتبر خطة بديلة عند الباشمهندس ياسين منصور، لأنه بيتبنى فكرة المدرب الأجنبي، وفي انتظار رد المدرب كارلوس كارفال والمدرب برونو لاج عشان نشوف الأمور هتنتهي على إيه. انا عن نفسي ميال للمدرب المصري، مش عايز اخد تجربة فاشلة لمدرب اجنبي للمرة الثالثة على التوالي، خصوصا ان انت الموسم الجاي عايز تصلح بعض الملفات، منها ملفات عقود اللاعيبة. عندك ملفات الاجانب، في اعراض كتير المفروض ان هي ترجع النادي، هتشوف مين اللاعيبة اللي هتكمل ومين اللاعيبة اللي هتمشي. عندك مثلا احنا هنبقى في الكونفدرالية، ودي بطولة مش على اعلى مستوى بخلاف دوري ابطال افريقيا. فمثلا الزمالك الموسم اللي فات طول مشواره في الكونفدرالية اصعب فريق واجهه كان المصري البورسعيدي. فانت مش محتاج ان انت تتعاقد مع مدرب اجنبي يقولك ما تحاسبنيش الموسم ده، بخلاف ان انت لو قدرت تكسب البطولة هيجيلك عائد مادي كويس. فعلى الأقل المدرب المصري أولا هيوفر عليك ماديا، ثانيا مش هيضيع وقت على ما يدخل في الأجواء، بالعكس ده هو عارف الدنيا على ايه. وفي النهاية دي كانت مجرد رؤيتي بعين المجردة، أتمنى أعرف رأيك في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة. سلام.